كلشي شاف هاد اللقطه ديال الوالد الركراكي وكيعطي تعاليم للدراري ديال المنتخب الوطني المغربي الاولمبي في الميطات الثانيه ملي بغاو يدخلوا. الامر اللي دار واحد الضجه كبيره وكلشي بدا كينتقد في وليد الركراكي، وكاين اللي قسم على جوج، كاين اللي كيقول لك لا سكيت هو اللي كيتحمل المسؤوليه. اول حاجه انا كنقول المدرب اللي عارفين حنايا هو طارق سكيتي، ونتمنى يخرج شي واحد باش نفهموا اشنو كاين. فالمشكل اللي كان في الماتش تاع اسبانيا هو طريقه اللعب، يعني ماشي النيفو ديال اللعب، ماشي طريقه اللعب اللي خاصك تمشي بها اللعابه بحال هادو. فانا غنمشي للمشكل ديريكت فينا هي طريقه اللعب. عندنا لعابه رقيقيه كويريه كيدوروا كره كيستوحدوا على كره، لعابه اللي كيعرفوا يضغطوا لك على الخصم وكيديروا الضغط العالي، لعابه اللي واعرين بكاليتي اللي طالعه هجوميا. علاش لعبتي بهم ديفونسيف؟ بحال عندك لعابه ديفونسيف واعرين في الافتكاك بحال سفيان امرابط ام حتى اناحي. الامر اللي دار واحد الضجه كبيره. اشنو هو السبب؟ هاد الدراري هادو ما تلعبش بهم باسلوب دفاعي، ما يمكنش. لعابه كويريه والله الاخوان، انا كنت متاكد الا لعبنا امام المنتخب الاسباني ند بالند، هما كيلعبوا بالاستحواذ حتى حنا نديروا لعبنا بالاستحواذ نستوحدوا على الكره. شفتوني في بعض الدقائق المغرب من استوحد على الكره فخنقنا اسبانيا، كون كملنا على داك النهج انا متاكد انا كاين احتماليه كبيره انك غادي تخرج راب، وعلى الاقل الا ما خرجتيش راب راه درتي اللي عليك ودرتي داكشي اللي منطقي وكروي وباين وواضح. وثاني حاجه اللي غادي ندوي عليها هي الكوتشينغ. ما فهمتش انا والله ما فهمتش. اللعابه كتشوفهم كيجرف رجليه بحال مثلا زلزولي السيد عيا، يعني انت كدورك مدرب خاص تخرجوا، لكن المدرب شنو دار؟ كيتفرج بحالنا حتى هو كيتفرج في اللعب كيجرف رجليه ماشي مشكل. انا كنت كنتمنى لو انه يخرج زلزولي ويجيب بن صغير ويدخل بوشواري اللي يقوم بواحد الدور انا ضايق فيه، يقوم بواحد الدور اللي كبير. ما فهمتش انا. تحسب المنتخب الوطني المغربي خايف من اسبانيا وكيترعد قدامها. هذا الامر هو اللي خرج علينا. وتكونوا واضحين، اسبانيا واعره علينا من ناحيه ديال جوده اللعابه، كلهم مكونين في اسبانيا في اكاديميات الكبار على ماسيا على كاستيا، دراري كبار. احنا لا نقل على ذلك لان حتى حنا عندنا لعابه اللي كبار، عندنا دراري مكونين في كبار الاكاديميات، زلزولي اخوماش في لاماسيا، عندنا بزاف ديال الدراري كبار، عندنا اشرف حكيمي في لاكاستيا. فعلاش ما تلعب معاهم بالنيت؟ واش خوف؟ انا اللي كنعرف على سكيتي ما كيلعبش بهذا الخوف هذا عاوتاني. يعني كتشوف الكاليتي ديال اللعابه عندك كاليتي طالعه، الدراري كيلعبوا كره نقيه كيعرفوا يخرجوا اللعب. خصوصا عندك لعاب بحال امير ريتشاردسون، اللعاب اللي واعر وما تستغلش في هذا الماتش، اللعاب اللي ناضي في البناء ويوصل لك كره ويدور كره، اللعاب اللي رقيقي. عندنا لعابه تبارك الله واعرين ديال بصح، وخصوصا انك بتلعب ديفونسيف وما عندكش دراري اللي واعرين في الديفونس فلاكس قلوب دفاع. اي منطقيا واش انت عندك ديفونس هيمدي باني لوحدي ماشي في البوست ديالو تيتولير، بوكامير ما كيلعبش مع فرقته يلاه ولا كيدخل في الاجواء، العزوزي ميليو تيران، عندك ديفونس هيمدي باني. فغير منطقي انا تلعب بالبلوك با، غير منطقي انك تلعب ديفونسي. فكنظن ان هادشي بركه. نركزوا في الماتش الجاي ديال الترتيب الدومي فينال مع عمرو الله، هذاك يعتبر انجاز. نتمنى ان نتوجوا بالبرونزيه ونطلعوا البوديوم. نتمنوا خير، نتفائلوا خير ان شاء الله.